مرحبا. وصفتنا اليوم وصفة قوارب البطاطا بصدر الدجاج. يلا نبدأ. بالبداية بنحتاج لكيلو بطاطا حجم وسط، بنقشرهم ونغسلهم كتير منيح وبنقطعهم بالنص مثل ما واضح عندكم بالفيديو. بنحفر البطاطا بالمعلقة هتخلص معنا كل الكمية. بنصفهم ببايركس أو بصينية الفرن وبندهنهم بالزيت الزيتون. بنضيف لهم رشة ملح ورشة بهار أبيض. بندخلها الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى من الأسفل مع بعض مدة 20 دقيقة، أو فيكم كمان تقلوها. لتحضير الحشوة بنحط بمقلاية معلقتين كبار زيت زيتون، بنضيف على الزيت نصف كيلو دجاج مقطع مكعبات صغيرة مغسولة مسبقا، وبنقلبن على نار عالية حتى يستوي الدجاج. بعد ما يستوي عندي الدجاج بنضيف لها بصلة كبيرة مفرومة ناعمة، ونضيف معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهار أبيض، ربع معلقة تشيلي، نصف معلقة بهار حلو، ومنقلبهم مدة دقيقتين. من بعد ما تقلت عندي البصلة بنضيف لها حبات متوسطة الحجم من الفلفل الخضرا والصفرا والحمرا، ونقلبهم لحتى يدبلوا الفلفلة. وقبل ما تستوي بنضيف لها سنين توم، الحشوة صارت جاهزة، والبطاطا كمان استوت نص استواء. وبنحط الحشو ببطاطا بهذا الشكل، وبعدين بنرش على كل قطعة جبنة موزاريلا. لتحضير الصوص بنحتاج كوب ونصف مي، معلقة صغيرة فلفل أسود، نصف معلقة صغيرة ملح، معلقتين دبس بندورة، وبنخلطهم كتير منيح.
بنصب الصوص بقلب الصينية. بندخلها الفرن حتى تكمل استوائها، والنار من الأسفل فقط، وبتاخد وقت تقريبا نصف ساعة. وهي النتيجة كتير طيبة، وبتقدم معاها رز. إذا أنتوا جداد على القناة لا تنسوني من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.